ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عايز اتكلم عن النادي الاهلي. النادي الاهلي كان النادي الوحيد في مصر، هو اللي ماشي بسيستم احترافي فيه استقرار ثابت. كل مجلس اداره بيسلم المجلس اللي بعديه، حتى الانتخابات بتخلص بطريقه شيك بين المجلس السابق والحالي. وكل واحد بيكمل، بيحط لبنه التاني بيكمل بعديه. يعني مثلا كابتن محمود الخطيب. انا واحد اسماعيلاوي من القاهره، بس هتكلم عن محمود الخطيب كرئيس النادي الاهلي. الراجل ده مهما كان، لو شفت الانجازات بتاعته او الريكوردز بتاعته عشان تحاسبه هو ناجح ولا فاشل، بعد كل دوره بيعملها هتلاقي طفره كبيره جدا في النادي الاهلي، كانجازات وارقام وبطولات وسمعه للنادي الاهلي عالميه ورعاه وفلوس وفائض في الميزانيه والكلام ده كله. ده يعتبر نجاح يعني غير مسبوق. كابتن محمود الخطيب ربنا يشفيه، لو كمل الدورة دي ممكن يكمل يخش اللي بعديها، او ممكن يعتذر لظروف صحية. اللي هيجي بعديه مين؟ الكلام في من اعضاء النادي الاهلي بتوع الجمعيه العموميه. طاهر ابو زيد. طاهر ابو زيد هيجي هيكمل، وبرضه كاريزما وشخصيه يعني قويه جدا بعد كابتن محمود الخطيب طبعا يعني. فطاهر ابو زيد حتى قال لو كابتن الخطيب رشح نفسه الدوره الجايه انا مش هخش، لو ما رشحش نفسه انا هخش. وهو طاهر ابو زيد هيخش هياخد الرئاسه، لان محمود طاهر اعلن ان هو لو هيتنازل عن الدخول تأييدا لطاهر ابو زيد. بس فعجبني في النادي الاهلي السيستم الاحترافي ده بصراحه يعني، وانا كاسماعيلاوي نفسنا يعني نرتقي ونبقى في موضوع الاداره والاستقرار والاداره الاحترافيه. نفسنا نبقى عشر النادي الاهلي. سيبك بقى ان في اسماعيلاويه، في بعض الاسماعيلاويه متعصبين شويه، وفي كلام عن كره للنادي الاهلي ده مش حقيقي، لان في بعد كده الدنيا بتصفى. هو بس احنا المشاكل اللي عندنا في الاسماعيلي، في احنا بسببنا مننا فينا، لازم احنا اللي نحلها. وبعد كده يعني يا ريت نحذو حذو النادي الاهلي في ان هو ينمي نفسه ازاي ويكبر ازاي كل مره عن التانية، وكل فتره زمنيه عن الفتره اللي بعديها. ويا رب الكره المصريه تبقى من اقوى الدوريات اللي في افريقيا يعني، زي ما كانت زمان. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.